السلام عليكم. هنتكلم في دقايق سريعة عن نتشة الفتيس الأوتوماتيك أو دبة الفتيس الأوتوماتيك زي ما بنسمع. بتسمع كتير ناس بتشتكي من دبة في الفتيس أو رزعة في الفتيس في غيارات معينة. إيه السبب في الدبة ديت أو إيه السبب في الرزعة دي؟ وليه بقولك أول ما تحس بدبة أو رزعة في الفتيس لازم تبص على زيت الفتيس على مستواه وكميته وكفاءته. كل الناس عارفة إن الفتيس الأوتوماتيك فكرته بتعتمد على ضغط الزيت. الزيت هو أساس فكرة عمل الفتيس الأوتوماتيك. الكلام ده مظبوط جدا، فكرة عمل الفتيس الأوتوماتيك بتقوم فعلا على ضغط الزيت. بس الزيت في الفتيس مش بس وظيفته الضغط، زيت الفتيس له وظائف كتيرة جدا. أولهم تخفيض درجة حرارة الفتيس. الزيت زي ما احنا عارفين مادة وظيفتها تليين الحركة. مع تسهيل حركة أجزاء الفتيس بيقوم الزيت بتخفيض درجة الحرارة الناتجة عن الاحتكاك. الوظيفة اللي بعد كده هي تنظيف أجزاء الفتيس من الشوايب، ولذلك بعض الفتايس بتلاقي فيه مغناطيس في كارتير الزيت، وديت عشان الزيت مع حركته بيلم الشوايب والرايش الناتج عن احتكاك أجزاء الفتيس مع بعضها. بالإضافة كمان إلى أن الزيت بيحافظ على كل أجزاء الفتيس بما فيهم جسم الفتيس من جوه من عملية الأكسدة. عملية الأكسدة بتضم الحفاظ على معدن الفتيس من جوه ضد أي عوامل جوية مع الحرارة، واللي بتأثر على خواص المعدن. طبعا زي ما كلنا عارفين إن الفتايس الأوتوماتيك الحديثة بتعتمد في عملها على منظومة إلكترونية مكونة من حساسات ومشغلات زي حساسات الحرارة وحساسات السرعة، والمشغلات زي البادي فالف، وبيوصل بينهم ضفيرة أو سلوك. فزيت الفتيس هنا بيكون سائل هيدروليكي ضاغط، وبيكون سائل تزييت وتسهيل حركة، بيكون سائل تخفيض حرارة، بيكون سائل لتنظيف أجزاء الفتيس من الرايش الناتج عن الاحتكاك، وبيكون كمان سائل بيحافظ على درجة الحرارة وبيحافظ على الضفيرة والسلوك والحساسات الموجودة جوه الفتيس. ولذلك المصنع لما صنع الفتيس الأوتوماتيك صنع له نظام تبريد بالمية عشان يحافظ على درجة حرارة الزيت، وبالتالي يحافظ على عمر الفتيس. فلما نعرف وظائف الزيت في الفتيس دي كلها هنفهم ان نقص كمية الزيت او ان الزيت غير صالح او مغشوش او فيه شوايب ورايش كتير طبعا بيكون لها تأثير جامد جدا على اداء الفتيس، على اداء الاجزاء، وعلى اداء الحساسات الناتج عن ارتفاع درجة حرارة الفتيس او نقص الزيت. وده بيكون ساعات بسبب انسداد مبرد الزيت اللي بيمشي فيه مية عشان تبرد الزيت. وهنا بقى تبدأ تحس بنتشة أو دبة أو رزعة في الغيارات أو فرق في الغيارات تقيل. وعشان كده أول ما تحصل معاك نتشة أو دبة أو رزعة في الفتيس أول حاجة تفكر فيها تبص على مستوى الزيت وكفاءته، وبعدين تكشف جهاز. طبعا أي فتيس أوتوماتيك بيكون له كنترول، فعشان كده بتكشف بالجهاز عشان تعرف الأعطال المتسجلة على الكنترول. وساعات المشكلة بتكون في الكنترول نفسه. انت لما هتكشف بالجهاز ممكن الكنترول نفسه يكون هو المشكلة وهو سبب الدبة او النتشة. لما هتكشف بالجهاز هتعرف الأعطال اللي حصلت في الفتيس بسبب نقص الزيت او بسبب عدم كفاءة الزيت او بسبب ارتفاع درجة حرارة الزيت. والأضرار دي بتكون في صورة تلف في البادي فالف بالكامل أو فالفات معينة، أو في مجاميع التعشيق اللي بتنقل الغيارات، أو بسبب المنظومة الإلكترونية كنترول، بادي فالف، حساسات، ضفيرة، كل ده هيبان معاك. ودي كانت لمحة سريعة عن أسباب نتشة أو دبة الفتيس الأوتوماتيك. لو عجبك الفيديو ياريت تعمل لنا اشتراك في القناة وتنشر الفيديو وتشيره عشان المعلومة تنتشر، وربنا يستر طريقنا جميعا، وبالتوفيق للجميع. أحمد شاهين.